كان يا مكان في بيت هادي وجميل، كان فيه أخين زي العسل، مسعد ومحمد. مسعد ومحمد ما كانوش مجرد إخوات، دول كانوا صحاب جدا، دايما مع بعض في كل حاجة. في يوم من الأيام كان عندهم امتحان مهم جدا في المدرسة الصبح. محمد الصغير كان قلقان شوية وقاعد قدام كتابه ومش عارف يركز. مسعد لما شافه كده ساب كتابه وراح قاعد جنبه وطبطب عليه وقال له: مالك يا حمادة؟ شايل الهم ليه؟ إحنا مش اتفقنا إننا فريق واحد؟ محمد رد عليه وهو متضايق: يا مسعد، الدرس ده صعب قوي وحاسس إني مش هعرف أحفظه. مسعد ابتسم وقال له: ولا يهمك، تعال نذاكره سوا بطريقة تانية. وقعد مسعد يشرح لمحمد الدرس كأنه حكاية ممتعة، ويحل معاه التمارين خطوة بخطوة. ومحمد كمان لما لقى مسعد تعبان وعطشان قام جاب له كوباية عصير ساقعة وقال له: تسلم إيدك يا أحلى أخ، شكرا إنك بتساعدني. تاني يوم في المدرسة مسعد ومحمد دخلوا الامتحان وهم واثقين في نفسهم، وجاوبوا على الأسئلة بشكل ممتاز. لما رجعوا البيت وطلعت النتيجة، الاتنين جابوا الدرجات النهائية. بابا وماما فرحوا بيهم جدا وجابوا لهم هدايا جميلة. ومن يومها مسعد ومحمد بقوا قدوة لكل أصحابهم، وعارفين إن الأخ هو السند، وإن المذاكرة مع اللي بنحبهم بتبقى أسهل وأجمل بكتير.